5 حاجات لازم تغير فكرتك عنها قبل ما تشطب. بارت 8 الجست تويلت دايما بيكون مهم. لو عندك مساحه دي بلاش تستغنى عنها الا في الضروره، يعني لو مكانه بين المطبخ والريسبشن وعايز تفتح المطبخ مثلا، وانت بتختار التكييفات حاول يكون بارد ساخن. المناخ بيتغير وايام البرد القارس قوي بتزيد، فبنكون محتاجين نتدفى زياده حبتين. وبلاش الدفايات التقليديه بتلسوع. وانت بتختار المطبخ من اول التصميم، ترتيب الاجهزه، مقاساتها، حاول تعتبر المطبخ ده زي انفستمنت. الفلوس اللي بتحطها فيه هترجع لك بعدين، هتوفر لك شويه من فلوس الاكل الجاهز. فكل ما المطبخ يكون مجهز اكتر كل ما هتتشجع تعمل اكلات جامده ديت اللي بنشوفها في البيت. وطبعا صحابنا الفود بلوجرز مش متوصيين وبيعملوا لنا احلى الاكلات. الكلام ده جيس وات هتعمله في المطبخ بتاعك. ركز بقى عشان الحته دي مهمه. ستايل للنوم الماستر لازم يكون حاجه من الاثنين، يا اما سكسي مثير للمشاعر والاحاسيس، او انه يكون كالمينج اكتر، هادي مريح للاعصاب يساعدك على النوم والاسترخاء. ممكن تعمل ميكس بين الاثنين مود بالاضاءه. شويه حركات تانية اتكلمت عنها في الفيديو ده وهسيب لكم اللينك في البايو، واكتبوا لي بقى في الكومنتس لو حابين نتكلم عن اوضه النوم بشكل مفصل اكتر.